اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة توب 5. واللي اول مرة يشوفنا، احنا قناة متخصصة في ترشيحات الافلام والمسلسلات. اشترك فيها وفعل الجرس واستنى كل جديد. حلقة الاسبوع ده هتكون حلقة مميزة جدا جدا، لاننا بنرجع فيها بقى لترشيحات الافلام الجديدة اللي لسه متاحة للمشاهدة وتستحق فعلا انك تتفرج عليها، بدل ما تضيع وقتك على افلام وتطلع في الاخر مش قد كده. احنا النهاردة بنرشح لك افضل 5 افلام جديدة تستحق فعلا المشاهدة. وكالعادة بقى القائمة بتاعتنا هتكون متنوعة ما بين الدراما والأكشن والرعب والإثارة. واللي الصراحة بقى بيميز الأسبوع ده قوي قوي هو أفلام الأنيميشن المميزة جدا جدا اللي نزلت الفترة الأخيرة. حلقة حلوة قوي قوي، اوعى تفوتها. ويلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المركز الخامس معانا النهاردة بنبدأ ترشيحاتنا بفيلم الإثارة والغموض كادو ليك. الفيلم اللي بتدور أحداثه حوالين شخصيتين. أول واحدة معانا هي إيلي، البنت المراهقة اللي كل حياتها عبارة عن مشاكل مع أمها. إيلي عايشة مع أمها وجوزها وأختها آن اللي عندها 8 سنين، وعايشين بقى في بيت قريب من بحيرة اسمها بحيرة كادو، اللي بيشتغل فيها شخصيتنا التانية باريس. باريس اللي في العشرينات من عمره، وشغال بقى في تجريف البحيرة الغريبة جدا دي. غريبة ليه؟ لأن البحيرة دي حصل فيها أو حواليها مصيبتين في فترة صغيرة جدا جدا. الأولى لما حصلت حادثة عربية لباريس وأمه على جسر البحيرة دي، والعربية وقعت في البحيرة وماتت أمه ونيجي هو. وتاني مصيبة بقى لما صحت المدينة كلها على اختفاء أنا أخت إيلي اللي عندها 8 سنين، وآخر مرة اتشافت كانت في مكان قريب من الجزيرة دي. وده اللي خلى باريس وإيلي في وقت واحد يقرروا ان هم يروحوا البحيرة دي عشان يعرفوا ايه اللي حصل هناك وايه اللي بيحصل. يا ترى بقى ايه الحكاية اللي بتحصل هناك؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الحلو قوي ده. We got a positive ID on Anna Bennett's boat. Her life jacket's gone. Something's happening in that part of the lake. Wolves don't live around here, so how could they be that far out in the water? What if the seizures are hereditary? I ain't never had one. Till now. This is my sister's. Tell me where you got this. في المركز الرابع اخترنا واحد من افلام الانيميشن المميزة جدا جدا اللي نزلت الفترة الاخيرة، هو فيلم ترانسفورمر 1. الفيلم اللي بينتمي لسلسلة افلام ترانسفورمر اللي اتعرضت على مدار اكتر من 20 سنة. لكن فيلمنا النهاردة بقى بيرجعنا للبدايات قبل ما يوصل المتحولين لكوكب الارض عشان يبقى هو كوكبهم بعد لما انفجر كوكبهم الاصلي. بتدور احداث الفيلم بقى في كوكب اسمه سايبر ترون، الكوكب اللي بيسكنه روبوتات بتشتغل بمادة طاقة، وعندهم بقى عجلات تحول هي اللي بتخليهم يتحولوا لمركبات مختلفة. عشان نتعرف على الكوكب ده على واحد اسمه اوريون باك، وده روبوت تعديني بس من غير اي ترس تحول، يعني ما بيقدرش يتحول. واللي وقع بقى في مشكلة كبيرة ومين اللي انقذه؟ اعز اصحابه دي 16 اللي شغال معاه في منجم الطاقة. ومنجم الطاقة ده اللي لما اتعرض لانهيار بنتيجة حادثة حصلت، دي كانت بداية الشرارة والتحول الرهيب في علاقة 2 من أعز أصحاب يتحولوا بقى لأكتر 2 أعداء على كوكب الأرض. يا ترى بقى إيه اللي حصل عشان يتحولوا للأعداء اللي موجودين معانا دلوقتي دول؟ كل ده تعرفوا في أحداث الفيلم الحلو قوي ده. Burn it down! All of it! We have to stop him. We could have built the future together. I don't think so. Decepticons! Rise up! Incoming! Come on. Awesome! That's what I'm talking about. Now is the time for us to stand up together as one. في المركز الثالث معانا بنرشح واحد من اجمل افلام الدراما الاجتماعيه اللي ممكن تتفرج عليها، واللي رشحته ناس كتير قوي لجوائز الاوسكار السنه دي، وهو فيلم هيز 3 دوتر. الفيلم اللي بيدور احداثه حوالين اب في اخر ايامه خلاص، لا يمكن كمان مش في اخر ايامه، ده في اخر ساعاته كمان.
بيقرر ولاده التلاتة اللي هم محور الحكاية حكاية تلات بنات بيقرروا ان هم يجوا يراعوا ابوهم في اخر ايامه، وده اللي بيخلي 3 شخصيات مختلفة تماما عن بعض يفضلوا في شقة واحدة. الشقة بقى اللي فيها ريتشل، ودي البنت اصلا اللي عايشة مع باباها طول عمرها وبتراعيه. وفي بقى اختهم الكبيرة كايتي، دي صاحبة الشخصية المتحكمة اللي عايزة طول الوقت تمثل دور العقل والحكمة، ودي ما كانتش عايشة مع باباها اصلا ولا كانت بتشوف اختها دي. والتالتة بقى كريستينا، دي واحدة حساسة جدا وهادية جدا ومسالمة جدا وملاش دعوة بأي حاجة. يا ترى بقى ال3 شخصيات العكس بعض دول لما هيقعدوا مع بعض في بيت واحد ايه اللي ممكن يحصل لهم؟ كل ده هتعرفوا في احداث الفيلم الحلو قوي قوي ده. You will need each other. It's good that there are 3 of you. You know, different types of people. But yes, my dad too, over there, dying. It is my dad, okay? I'm working on his obituary and was hoping that you could help with it. Married a couple of crazy bitches, raised a few crazy bitches. Be a friend to me. في المركز التاني اخترنا واحد من اجمل افلام الرعب اللي اتعملت السنة دي، وهو فيلم سمايل 2. الفيلم اللي نزل الجزء الاول منه سنة 2022 وتصدر وقتها شباك التذاكر عشان يجي الجزء التاني اللي ملوش اي علاقة باحداث الجزء الاول عشان برضو يتصدر شباك التذاكر. بتدور احداث الفيلم ده عن واحدة اسمها سكاي رايلي، ودي مغنية بوب عالمية اللي فضلت فترة كبيرة جدا بعيد جدا عن الساحة الفنية عشان كانت بتتعالج من الادمان. ولما خلاص بقى قربت تخف بتشجعها امها والقريبين منها انها بقى ترجع تاني لعالم الشهرة. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق انها تعمل جولة حفلات حوالين العالم وترجع تاني بقى ترجع علاقتها مع صناع الترفيه والمحتوى عشان ترجع اقوى من الاول كمان. وده اللي خلاها توافق على الفكرة دي، وهي بقى بتحضر للجولة بتاعتها دي بيحصل لها حاجات غريبة جدا جدا، مش عارفة دي بتحصل ازاي وبسبب ايه. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل لها وايه الحكاية؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الرهيب ده. We have to end it. No matter what. You're not in control. I am. في المركز الاول معانا النهارده بنرشح واحد من اجمل افلام الانيميشن اللي ممكن تتفرج عليها، واللي من الافلام اللي هتعيش كتير قوي لقدام وتبقى من ايقونات افلام الانيميشن في السينما، وهو الفيلم الرهيب ذا وايلد روبوت. الفيلم اللي بتدور احداثه في مستقبل مش معروف هو فين، بنتعرف فيه على روبوت اسمها روز اللي اتحطمت المركبة الفضائية بتاعتها نتيجة عاصفة كبيرة جدا، واتحطمت فين بقى؟ في جزيرة نائية مش فيهاش اي بشر. وعن طريق الصدفة والفضول حيوان كده لما بيشوف المركبة دي بيفعلها عشان تخرج منها روز اللي مش قادرة بقى تتواصل خالص مع الشركة اللي مصنعاها، عشان تقرر روز انها في مهمة في الجزيرة دي ولازم تخلصها لحد ما يجيلها تعليمات من شركتها. المهمة ايه بقى؟ المهمة انها تفضل عايشة، وعشان تفضل عايشة لازم انها تتعايش وتتعلم قوانين الطبيعة بسرعة جدا. يا ترى بقى روز الانسان الآلي دي هتعمل ايه مع الحيوانات اللي موجودة في الجزيرة وفي الغابة دي؟ كل ده هتعرفه في احداث الفيلم الروعة ده اللي يستحقه بكل جدارة ان هو يكون المركز الاول معانا في حلقة النهاردة. Sometimes to survive, we must become more than we were programmed to be. لو عجبتك ترشيحات النهارده اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.